يا عم انا باجي فين فيهم؟ دول الناس متعلمين، دول اجانب امريكان، سواء بلدنا او سواء هنا او سواء اي حته هنروحها الموضوع سهل والله. زي الافلام ببص ورايا ده انا كويسه وكان المفروض افضل في بلدي. انا الفرصه انا اللي عملتها هنا عشان ما عنديش حرقت مراكبي، هنا انا مضطره انجح. ما بنفكرش في الولاد، بنفكر في ان احنا عندنا مستقبل احسن. انا متعلمه في مدرس حكومه، عمرك اما عيالك هيعرفوا يعني ايه امثال اللي انت عارفها، ولا هيعرفوا يفتحوا قران ويقروا او يفتحوا انجيل ويقروا. اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم ادم عبد الرحمن. وزي ما بوعدكم دايما ان كل بلد بسافرها بحاول ابين لكم واجيب لكم نماذج جميله من نماذج المصريين اللي فعلا مشرفين في بلاد مختلفه. النهارده احنا في لوس انجلوس كاليفورنيا، معانا نموذج جميل جدا. انا شخصيا كنت مبهور وانا بتكلم معاها عن قد ايه حبها لمصر. حد فعلا بيحب بلده عايش في بلد تانية. مش معنى ان احنا عايشين في بلد تانية معنى كده ان احنا نشتم ونغلط ونقول للمصريين والبلد وفيها وعليها. لا، عادي جدا، ممكن نبقى عايشين في بلد تانية علشان في فرص احسن، شايفين نفسنا بشكل مختلف، بنتعلم حاجة، بنقدر نفيد المكان اللي احنا عايشين فيه. تعالوا النهاردة نتكلم مع أستاذة نهى، هتشرح لنا هي منين وبتعمل ايه وليه انا حبيت اعمل معاها اللقاء ده عشان انتوا كمان تستفادوا من ورا قصتها. ويجي كمان حاجة كده حوار كده ان نهى طلعت ترند في مصر لسبب مختلف هنيجي نشرحه قدام في الفيديو. يلا بينا. نهى، عايزك تعرفينا بنفسك الاول. انا نهى بسومي او حامد زي ما تحبوا. بشتغل هنا بعمل تريننج للسي بي اس. انا هحاول اتكلم على قد ما اقدر بالعربي. نهى عايزين عربي لو سمحتي عشان الناس تفهمنا احنا بنقول ايه. اوكي. اولا بس انت جيتي امريكا امتى؟ ماشي، جيت امريكا يا سيدي مرتين. جيت قبل كده 2011 وبعد كده حبيتش الموضوع قوي، وبعد كده رجعت شويه اشتغلت في دوله عربيه تانية and then I came back time is 8 years now. 8 سنين. 8 سنين بقالك دلوقتي عايشه هنا بقى في امريكا. حابه تقولي سنك ولا مش حابه؟ لا عادي. بص انا بحب الناس دي والله جدا، اصل دايما كل سنه وليه حلاوه، فانا مش فارقه. عرفتوا ليه انا كنت عايزه اعمل معاه انترفيو؟ انا مواليد 78 يعني كام؟ عد معايا يا جيمي. يعني بتاع 47 كده، داخله في ال 47. ما شاء الله كده. العمر كله يا رب. ربنا يخليك يا عايزك تكلمينا عن بدايه لما جيتي امريكا. الموضوع كان سهل؟ الموضوع نزلتي لقيتي كنت بتلمي الفلوس من على الشجر علشان احنا في امريكا كده؟ لا، انا عندي اوفه بروح على الجبل. بتطلعي على الجبل هنا مختلف عشان احنا في كاليفورنيا. ايوه احنا عندنا موضوع صحراء شويه فبطلع انا بالجبل كل يوم، انا يوم وسعيد يوم. حلو الكلام ده. سعيد اللي هو جوزك. سعيد حلو جدا. وبناخد بالجبل من بتاع الفلوس بتاعنا الدولارات ده. ما تحتاجيش بقى تشتغلي ولا تعملي اي حاجه. لا هو بالاوفه بنمليها كل يوم زي الفل كده. يعني انت نهى ايه شغلك، طبيعه شغلك هنا في امريكا؟ خلينا اقول اول ما جيت الدنيا ما كانتش سهله ولا حاجه. واجهني مشكله الفرق في ان انا اعادل شهادتي، وما كان صعب جدا. فاضطريت ان انا قلت خلاص بقى نبتدي من الاول، فرحت دخلت من الاول خالص، يعني كليه من الاول خالص. واو. بس وانا في النص نفع ان انا حد يجيب لي شهادات موثقه من مصر. فوانا في النص يعني لسه بعمل الباتشلر ديجري، البكالوريوس بتاعي، نفع اكمل ماسترز، نفع اكمل ماجستير. فبقيت شغاله في الاثنين سوا. واو. لان انا اوريدي في نص حاجه وهعمل حاجه تانية. واتقابلت في حته تانية في UK حاجه للاتش ار، فكنت شغاله دوس. كان اصعب فتره في الاول عشان اشتغلت 3 مع بعض. ما كانش بايزي، يعني ده مش اختياري. لو هختار تاني لا مش هختار اعمل حاجه 3 مع بعض، كان لازم اشتغل برضو في الاول. فكان دي اصعب فتره صعبه. يعني مش زي ما الناس بتتخيل ان اول ما هيجوا ينزلوا الطياره من امريكا الحياه بتبقى سهله. عماد مأكد لك صح؟ عماد مأكد لي ده. عماد قايل لي من قبل ما اجي ان امريكا الاول ما انزل من الطياره هيظبطوني في كل حاجه. مفيش اي حته سواء بلدنا او سواء هنا او سواء اي حته هنروحها الموضوع سهل. حلو. زي ما كنا بنتكلم امبارح، هو ما فيش حد بيشتغل بجد وما بيجيلوش حاجه في الاخر. صح. if you work hard, if you know، لو انت عارف هتطور من نفسك ازاي، شغال على نفسك ازاي، خلاص. بس ان انا ما بقاش انا ما عنديش جول ده. صح. تعال اقول لك على حاجه، قرب شويه. انت عندك حلم. الحلم ده فوق كده في السما صح؟ السما جميله قوي هنا في كاليفورنيا الصراحه. هتروح منزل الحلم ده وعامل له خطوات، بقى هدف. done.
يعني واو. حلمك ده هتقول له ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 خلاص بقى ده هدف بتحقق صح. من فوق في السما لحاجه. لو اول ما يبقاش عندك هدف، ما يبقاش عندك خطوات ليه، تقول بس نفسي ما يعني انتش يا ابني انا الفيديو. انا بجد والله يعني انا نفسي انا حبيت اعمل اللقاء ده عشان اقول لكم قد ايه ان هو حد مريح جدا ربنا وجميل يكرمك. قوي. يعني انا قلت لازم نعمل اللقاء ده عشان الناس تستفاد من كم الطاقه والايجابيه اللي هي عندها، ان انت كمان ينفع تستفاد من أو ورا على الكلام الكنافة. ده. وعلى الكنافه عشان اه عامله لي او الكنافه كنافه يعني. ما حصلتش. كنافه بالبلح، حد سمع عن الكنافه بالبلح دي قبل كده؟ عشان ايوه يا انا جماعه عادي كنافه ببلح انا عادي. انا اول ما جيت امريكا، يعني انا اول ما جيت ال ايه قلت كنافه بالبلح، انا اعرف قطايف بالبلح ماشي، لكن كنافه. طيب يا نهى، دلوقتي كنت عايز اسالك على لو خيروكي ما بين ان انت تعيشي في مصر او تعيشي في امريكا، مصر تختاري طبعا. ايه؟ مصر. اول ما يجي لي اختيارات مصر على طول. لو خيروكي ما بين الاثنين. مصر، ما في طب مصر ما فيش حاجه طيب تتحط معاها. هيجي حد دلوقتي بيتفرج علينا هيقول لك انت ايه اللي جابرك وانت قاعده في امريكا؟ لا مش ايه اللي جابرك، ما هي مش عاجباكي بتنزلي. بتنزلي ليه؟ حد من هنا بقى يقول لك لما انت مش عاجباكي بتنزلي، انت قاعده فيها ليه؟ أوكي. ولا انزلي واحنا نرجع مكانك. تردي تقولي ايه بقى؟ هو لو انا مكانك الاول امم ما كنت زيك. كنا احنا متربيين على كلتشر ان بره احسن، متربيين ثقافه عقده الاجنبي. مش بس عقده الاجنبي، احنا شايفين مش ما نعرفش، خلينا نوضحها قوي. احنا ما نعرفش امتيازاتنا، احنا مش عارفين قيمتنا، احنا مش عارفين احنا قد ايه من الاخر بجد جامدين اخر حاجه بجد والله. مش عشان بس احنا مصريين بس. انا لمست ده. انا كنت ببقى داخله الجامعه، قلت لكم دلوقتي عملت باتشر وعملت ماستر صح؟ اوكي. وانا داخله اعمل الباتشر دي في الجامعه مرعوبه ان انا يا رب اجيب سي، حتى اللي هو يا رب انجح واعدي. يا بس عم انا باجي فين فيهم؟ دول الناس متعلمين دول اجانب امريكان. وانا متعلمه في مصر مدارس عاديه، انا هاجي هفهم منين انا؟ الحته دي جميله جدا، كملي. ودخلت لقيت كانت عندي دكتوره جميله قوي اسمها ساره، يعني هي one of the mentors، يعني الناس اللي شجعتني جامد. ف رحت قلت لها ان انا عندي مشكله في ان انا اقرا واترجم في ساعتها، فخليني اخد فرصه يومين 3 زياده بس احاول اجيت انتو يعني افهم بس. فالست قالت لي على فكره يا نهى انت احسن بكتير مما انت فاهمه. قلت لها انا؟ انت بتكلميني انا؟ فقالت لي طب اتفضلي في المحاضره. واحنا في المحاضره كان في اساينمنت باشا، في 40 واحد معايا في السكشن ده. فقالت انا لو تسمح لي صاحبه الريسيرش ده ان انا اناقشه معاكم عشان ده احسن ريسيرش. طبعا مش انا، اكيد مش انا يا باشا، ده اكيد مش انا، اجانب موجودين حواليا مش انا خالص. تعالى. فراحت قالت لي اوكي. والله زي الافلام ببص ورايا انا اللي هتحطيه انا وتناقشيني انا، وشي احمر بقى وجاب الوان الدنيا. ولقيتها بتقول انا ما شفتش حد بيفكر في الموضوع اللي بنناقشه ده بالموضوعيه دي، وان انتوا بليز. انا بقى هنا ده انا كويسه، ده انا بيتقال عليا كلام حلو. انا مش مصدقه. وبعدين راحت الدكتور دي لدرجه انها دخلت على الانترنت وكتبت رسمت رائع on my paper بالعربي علشان هي مش عارفه تكتبها ازاي، فرسمت الحروف وبعتتها لي عشان اوريها لاولادي to be proud of me because انا كنت فعلا شاكه في نفسي، كنت هيزيتد قوي كده وقاعده في كورنر اللي هو مش عارفين، احنا مش واثقين في نفسنا. وحبه اكتشفت ان انا that's an amazing story. انت بتحبي مصر جدا؟ طبعا مصر بحبها. انا غلطت ان انا مشيت لان انا فاهمه ان بره في فرص احسن. الفرصه انا الفرصه هنا، انا ليهم فرصه، وكان المفروض افضل في بلدي. بس انت بلدك ما اديتكيش المساحه. ممكن ايه هي المساحه دي؟ ايه ده الكلام بنقوله؟ ايه هي المساحه اللي انا محتاجاها؟ اوكي. ايه هي انهي مساحه دي؟ الاوبورتونيتيز، يعني ان انت توصلي لمراكز هنا معينه. هنا ما ادوكيش برضه. مين اداني اوبورتونيتيز؟ مين اداني مؤاخذه لا مؤاخذه الواحد صايم. مين قال ان انا حد اداني؟ بالعكس انا هنا بعامل على اني سكند. انا مش زي المواطن الامريكي. انت زي المواطن الامريكي هنا؟ قول الصراحه. لا استحاله. انا لو عملنا ايه؟ انت بتعامل على ان انا عربي اجنبي وعربي صح؟ وحد قاعد هنا مش زي انا، مش زيي صح. لا انا في بلدي زيهم، الناس دي بتاعتي صح. انا الفرصه انا اللي عملتها هنا عشان ما عنديش حرقت مراكبي. عارف يعني ايه حرقت مراكبي؟ لا. كان في معركه زمان. فكان انا مش عارفه اسم القائد ده، بتهيألي طارق بن زيد او بن زياد عشان ما بقولوا غلط. فكان عايز يخلي الناس بتوعه يشجعهم ان هم يحاربوا وهم خايفين يتغلبوا العدو كتير. اوكي. فحرق المراكب وقال لهم العدو خلفكم والبحر امامكم.
فلما حرق مراكبهم there is no other option. خلاص انا هنا محروق مراكبي فمضطر انجح. بس في مصر عندي بيت تيتا، وعندي ماما هتقول عليا ايه، وعندي خالته هتقول عليا ايه، وعندي ما بشتغلش غير مدير، عندي صح. كل السكيورتي اللي انا عايش فيها. بس هنا انا مضطر انجح. طب شايفه ان انت قدام ممكن ترجعي تعيشي في مصر بعد العيشه الطويله دي في امريكا؟ ان دايما كلها الناس بتقول ان بيبقى صعب جدا لو حد يكون عايش بره ويرجع يعيش، ممكن يرجع زيارات معاكي لكن يرجع يعيش تاني. يا رب يكتب لي ارجع اعيش في مصر، ده حلم من احلامك؟ طبعا. ان حد يسمع ويشوف قد ايه الفاليو اللي يقدر يقيمها في ان انت ترجعي انا مش مستني اي حد يشوف الفاليو بتاعتي. ايوه ولكن انا في عواقب بضطر ادفعها لكل قرار. هو قرار مش بيجي يعدي وبراحتي بكره اغيره. انا في عيشه هنا وفي ولاد، وفي لما اكون اقرر ارجع لازم اعمل حسابات حاجات تانية وحسابات افراد تانية في الاسره. بالظبط. فانت جيت خلاص وعرفت ان ده غلطه، لما تيجي مش اللي هو غلطنا يا جماعه يلا يلا بينا. it's not like this. انا في حاجات اتبدأت، حاجات لازم تخلص، وحاجات لازم تعمل حسابها هناك. ومن احد الحاجات المهمه جدا ان احنا كمصريين او كعرب لما بنيجي دوله اوروبيه امريكا ما بنفكرش في الولاد، بنفكر في ان احنا عندنا مستقبل احسن، financial situation احسن، هعيشهم احسن عيشه، هركبهم احسن عربيات، هقعدهم في احسن، كلها حاجات ماتيريالستيك. what about انت؟ خلاص انت قررت، انت كان قرارك انت تقلع الجدر بتاعك. عمرك ما عيالك هيعرفوا يعني ايه امثال اللي انت عارفها، ولا حكاوي انبياء او حكاوي حاجات لو حد ديانه تانية، مش هيعرفوا الحاجات دي، ولا هيعرفوا يفتحوا قرآن ويقروا او يفتحوا انجيل ويقروا. طب ايه رايك في موضوع ان حد يقول لك انا سوري ابني ما بيعرفش يتكلم عربي عشان هو امريكان خالص بيتكلم انجلش بس، بيحسوا بفخر؟ انا بلاقي ان الموضوع ده مهين جدا. يعني ايه انت تبقى فخور؟ ده بيرجع لعقده الاجنبي ان انا نفسي ابني يتعلم عربي انجلش عشان انا ما اتعلمتش انجلش كويس، ما كنتش بنطق كويس، ان كل الناس كانت بتتريق عليا. مين قال لك ان انا كنت بنطق كويس؟ انا متعلمه في مدرس حكومه. انا عمري ما خدت كورس في انجلش، عمري ما خدت واحد كورس. بس ما حسيتيش بان انت في جزء كده ناقص جواك ان انت عايزه تربي ولادك انتوا تتكلموا انجلش؟ انا مش عايزه اتكلم عربي. اللي انا حاسه انهم ما بيتكلموش عربي، انا حاسه ان انا جلتي، انا خدت منهم حاجه. حبيبي الاجانب هنا بيتكلموا انجلش بس، صح. احنا بنيجي نتكلم عربي وانجلش وكمان بناخد فرنش في المدرسه، صح، وبنتعامل في الثلاثه تمام جدا. احنا ناس مش عارفين قيمه نفسنا، بس ده اللي اقدر اقوله. والناس اللي شايفين ان اولادهم، مع كل الاحترام طبعا هم حرين ان هم English is adding to their personality or English something, it's up to you. وهم دول الناس اللي they can live here because it's a way of thinking. انا مش فرض على كل حد يفكر زي انت بتكلم نهى دلوقتي. صح. فنهى شايفه، او نهى بتكلم عن نفسي، انا بحب مصر، غلطت ان سبتها. كان ممكن اعمل حاجات كتير قوي في بلدي، بس عشان انا متربيه، انا زي اي حد متربي هناك، وماي منتال سيتنج ان انا، والكالتشر سيتنج ان انا بره احسن، فرص احسن يا عم. بس لما عيشه انضف، بس لما كل حاجه لقيت ان انا اللي عملت العيشه. على فكره هو انت ما شفتش حته وحشه في امريكا بجد؟ هوملس بيبل وحاجات وناس في كل حته زباله. الناس يعني ما بيشوفوش الكلام ده، وبيشوفوا بس البيوت والعربيات بس على فكره احنا اللي عاملينها، احنا ما جيناش لقيناها. طب انا ما عملتهاش ليه هناك؟ عشان انا هنا حرقت مراكبي. قبل بس ما ننهي الفيديو انا عايز بس اقول نهى طلعت ترند جامد جدا لفرح بنتها. الف مبروك. السنه اللي فاتت كان في مصر، ورضوى الشربيني طلعت تتكلم عن الفرح وعن جمالها هي وزوجها، يعني ربنا يا رب يبارك لهم. كانت حاجه في منتهى الجمال. انا هسيب لكم، هناخد فاصل اعلاني وهسيب لكم جزء من الفيديو ده الفرح، وانا مش محتاج اشرح لكم الفيديو كان عامل ازاي ولا ايه اللي كان موجود فيه. ان انتوا هسيب لكم انتوا القرار والتعليقات ليكم انتوا. فيديو خطير. البنت يوم فرحها الرقصه الاولى او الفيرست دانس اهدتها لمامتها وباباها، اللي قالت دلوقتي في الفيديو ان هم ما عملوش فرح لما اتجوزوا. الحب والود والحاجات الحلوه اللي بتحصل في الجواز في الفيديو ده. بعد طبعا لما رجعنا من الفيديو وشفنا الجمال الرهيب اللي انتوا اتفرجتوا عليه ده، عايز بس انهي الفيديو مع نهى واقول لها قولي لي نصيحه واحده تقدري تقوليها للناس كده دايركت، مش ليا، اللي نفسهم يسافروا قرفانين بالبلد وشايفين ان مفيش امل لا في تعليم ولا في شغل ولا في مستقبل، تقول لهم ايه؟ يسافروا فعلا ياخدوا الفرصه ديت ولا لا خليكوا؟ ولا انت لو ما اشتغلتش على نفسك وطورت من نفسك من قبل ما تخرج مش هيبقى ليك قيمه بره؟
هو اللي انت قلته صح طبعا، you have to work on yourself. Okay. بس انا عايزه بس ان لو انتوا قررين قوي وفاكرين ان بره احسن، بس اعمل ريسيرش الاول. وانت لما تيجي بره هتعمل ايه؟ صح. يعني انت لما تنزل هنا هتعمل ايه؟ هتروح لاي حد تقول له لو سمحت شغلني؟ ممكن طب اي حاجه عشان أعمل أي اعيش. حاجة. طيب ممكن اغسل طيب اطباق معاك، طب ما تعمل كده هناك. صح. طب ما تشتغل اي حاجه عندك شويه لغايه ما جرب، يعني جرب الاول، اديها فرصه. صح. ادي مصر فرصه الاول وبعدين يبقى سيبها وامشي. يا نهى هعيط. thank you so much. I'm so glad ان احنا صورنا الفيديو ده، ويا رب كمان انتوا كمان تستفادوا. اشوفكم في فيديو جديد في بلد جديده في مكان جديد، تستفادوا من ورا المصريين اللي فعلا بيشرفوا بلدهم واهلهم في اي مكان في العالم. السلام عليكم.